قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا صديقي، ولذلك نفذت طلبك يا كبير. الفيلم ده اتطلب مني الاف المرات، قلت لازم انزله من غير حوارات، ولكن اقسم لك القصه قنبله نوويه، حاجه عالميه، حاله من الدراما والخيال العلمي والاثاره الهنديه التي لن تراها الا عند مختار كوكلي ابن السوهجيه. كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالقصه الخياليه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسونيا اللي بتقول الكون ده كبير قوي والبشر فاكرين انهم عايشين فيه لوحدهم، ولكن الحقيقه اللي ما يعرفوهاش ان احنا اقل مخلوقات في العالم ده، في مخلوقات تانية كتير قوي، وزي ما احنا عايزين نكتشفهم هم عايزين يكتشفونا. وده اللي كان بيعمله جوزي، كل حلمه يوصل للمخلوقات الفضائيه دي ويبقى في عمر بيننا وبينهم، نفيدهم ويفيدونا. جوزي من افضل علماء الفضاء في العالم وشغال في وكاله كبيره جدا، ولكن محدش مؤمن باللي هو مؤمن بيه، محدش خالص مؤمن باللي في دماغه. اخترع اجهزه ارسال واستقبال يكلم بيها الفضائيين، واخر جهاز اخترعه الجهاز ده بيفضل يبعت لهم كتير ولكن محدش بيرد عليه، لا بيكل ولا بيمل. هو بيكون عنده ثقه مش في الله، تعبد موان جبسو اسمنت صديقي، بيكون متاكد انهم هيردوا عليه، بيفضل يبعت كتير ولكن محدش بيرد عليه، بيزهق فبيقوم يريح، وهو حد من الفضاء بيرد عليه بيرجع تاني بيقرا المكتوب، هو بيفضل يبعت لهم هو كمان، ما بيكونش مصدق اللي بيحصل. هو بيقول الحقيقه يا سونيا. سونيا بتحضر في المكان، هو بتقول له في ايه؟ بيقول لها ردوا عليا، بتقول له بس انا مش فاهمه حاجه من الصوت ده، بيقول لها دي حروف انا بدخلها على الجهاز والجهاز بيحولها للغه الفضائيين، والعكس صحيح، هم بيبعتوا لي ويظهر لي باللغه اللي انا بفهمها. واخيرا نجحت يا سونيا، انا هروح الوكاله اقول لهم ان اختراعي خلاص نجح. وفعلا بيروح جري على الوكاله، العلماء الاجانب بيضحكوا عليه، واكبر واحد فيهم بيقول له يعني انت عايز تفهمني انك بتكلم الفضائيين؟ روح يا عم مهر ريح اعصابك، خد اجازه اسبوع ولا 2 ولا 3 ولا ما تجيش اصلا مش هتفرق. بيقول له يعني انت مش مصدقني؟ التاني بيقول له بص يا مهره، البحث ده احنا شغالين عليه من سنين وسنين، في الاخر الفضائيين هيكلموك انت؟ بيقول له ليه لا، انا قضيت حياتي كلها شغال على المشروع ده، اخترعت آلات كتير قوي، واخيرا اخر آلة انا اخترعتها هي اللي نجحت معاهم. بيسيبوه ويمشوا، بيقول لهم يعني انتوا مش هتدعموا اختراعي؟ قالوا روح نام يا مهره ويا ريت ما تجيش تاني. بيكون في منتهى الصدمه، وهو في الطريق بيقول لسونيا الكلاب دول قالوا لي ان انا فاشل، قالوا لي روح نام يا مهره. بتقول له ما تيأسش وصدقني في شغلك هتنجح. بيقول لها انا مش هستسلم، وهوب مره واحده نور العربيه بيشتغل ويفصل، بيلاقي سفينه الفضاء نازله عليهم، ما بيكونش مصدق نفسه، هو بيقول لها نجح انا نجحت يا سونيا. العربيه بتميل بيهم، سونيا بتحاول تعدلها ولكن العربيه بتطير، فاول قلبه سونيا بتتنطر منها، بتتخبط في بطنها وبتكون حامل. في اللفه الثانيه العربيه بتخش في عمود نور وبتنفجر بمهره. سونيا بتخلص الحكايه، هو بتقول له هو ده كل اللي حصل يا دكتور، الغريبه اني خدت خبطه شديده قوي في بطني، كنت حاسه ان انا خلاص هسقط، بس الحمد لله كملت والطفل ما حصلوش اي حاجه، رجعت بيه البلد وخلفته هناك، ورجعت هنا علشان اكشف له عندك. بيقول لها بعد ما سمعت قصتك قدرت افسر حاله ابنك راهب، الخبطه اللي انت خدتيها يوم الحادثه جت في مخ الطفل بالظبط، وللاسف الخبطه اثرت على مخه بشكل كبير، لو جينا بصينا في المخ هنلاقيها اثرت على الانترافانتس والاسترفيك والاسترافانكا، فالاجمالي كده عملت له استرفيتشتاكا، وده هيأخر نمو عقله. اولا هيبقى مخه تخين حبتين، سنه كبير ولكن عقله صغير، يعني مثلا ابنك هيبقى عنده 10 سنين ولكن عقله هيبقى بعقل طفل عنده 5 سنين. بتنصدم، هو بتقول له يعني ايه يا دكتور مفيش اي حل عندك؟ مفيش اي عمليه ممكن تعملها له؟ بيقول لها في، بس نسبه نجاح العمليه دي بيكون 2%، ولو العمليه ما نجحتش وده اللي اكيد هيحصل له حاجه من الاثنين، يا اما شلل كلي يا اما هيموت خالص. بتقول له لا موت لا، انا خسرت كل حاجه في حياتي، ما فاضلش في حياتي غير ابن روهد بس، مستحيل هخسره هو كمان. بترجع تاني على البيت وبتفضل تفكر في كلام الدكتور. روهد بيقول لها ماما انت ازاي بتعزفي؟ بتقول له كده يا عمري. بتاخده بالحضن، هو بتكون في منتهى الحزن عليه، بيخرج يلعب مع زمايله وهو بيكسر ازاز عم حماده، بيخرج له وبيقول له روهد لو كسرت الازاز تاني هنزل اكسر عظمه، وبعد 10 سنين بيكسر له الضرفه الثانيه، بيخرج له وبيقول له روهد يا ابني حرام عليك انت مش ناوي تكبر؟ ازاي هلف زيك بيلعب مع شويه عيال في الشارع؟ وها هو الهيتيا الكبير الصغير الكبير روهد بيقول له خلاص يا عم حماده لما اكبر هصلح لك ازاز بيتك كله على حسابي. بيقول له تكبر فين يا هلف؟ ده انت طول الشجره يالا، هتكبر فين تاني؟ واحد من العيال بيقول له ما تغلطش في صاحبنا، وازاز بيتك هنصلحه لك على حسابنا. بيقول له يلا يا مشلول صلحه، بيقول له ايدك بقى على 50 روبيا، بيقول لهم يلا قد منك ليه من هنا والا هخلص عليكم كلكم. روهد بيرجع على البيت بيقول له امه يلا لبسيني اللبس الجديد، بتقول له حاضر، بيقول لها يلا انا مبسوط قوي اخيرا هروح اولى اعدادي، بتقول له لا ما هو انت مش هتروح اعدادي، بيقول لها ليه؟ كل زمايلي اللي معايا في الفصل رايحين اعدادي، بتقول له انت سقطت يا راهب، قلبه بيتكسر، هو بيقول لها انا سقطت تاني؟ انا خلاص مش هروح مدارس خالص، المدرس اللي هناك كارهني اما انا بعمل كل اللي عليا وبذاكر وبرضه بيسقطني، بتقول له خلاص روح المره دي وصدقني هتنجح، بيقول لها لا هيجوا عليا طلبه جداد وهيفضلوا يضحكوا عليا، هيفضلوا يقولوا لي يا طويل يا اهبل انا مش رايح مدارس تاني. بتاخده وبتروح بيه للمدير، بيقول لها مستحيل يا ست سونيا، انت عارفه وانا عارف ان مرض روهيت مستحيل يطلعوا الصف الاعدادي، لازم ابنك ينجح الاول والا بقى وديه مدرسه للحالات اللي شبهه، ابنك المفروض مخلص كليه ومتخرج. بتقول له والله انا بحاول انقله على دلهي ويقعد مع الطلبه اللي شبهه، بس اللي هينقله قال لي اصبري السنه الجايه. بيقول لها يعني انت عايزاني امشي
تمشيها كوسه، صدقيني هبقى بظلمه وبظلم نفسي. بتقول له انت لو خليته في سته هتبقى بتظلمه بجد، انا عارفه ان ابني مش هينفع في التعليم، انا بس مش عايزاه يحس ان هو اقل من اي حد ويبقى دخل مدرسه زيه زي اي شاب. بتصعب عليه، بيقول لها انا هعديها المره دي وهدخله الصف الاعدادي. وفعلا روهيت بيروح على الاعدادي وسط زمايله، والاستاذ بيخش عليهم بيقول يلا يا اولاد اكتبوا معايا 2 زائد 2 زائد 6 زائد 8 يساوي كام؟ روهيت بيحسبها على صوابعه، واخيرا بيرفع ايديه وبرضه اخر واحد بيقول له تعالى يا روهيت وريني اجابتك. بيروح وهو خايف بيقول له اهي، بيقول له برافو عليه اجابتك صحيحه. بيفرح قوي، والاستاذ بيقول له بس عايزك المره الجايه ترفع ايديك اول واحد. بيقول له حاضر، وبيكون في منتهى السعاده. بيخلص مدرسه وبيخرج يلعب مع زمايله، وهم ماشيين بالعجل بتاعهم بيقفوا في وش راج وزمايله. راج بيقول له ارجع عاد منك ليه؟ روهيت بيبص على زمايله بيقول له لا احنا مش هنرجع يا روش. بيقول له ياض انت مش مكسوف من نفسك قد العمود وماشي مع شويه عيال؟ غور من وش لا دوسك يلا منك ليه؟ بيقول له احنا وصلنا الاول واحنا اللي هنعدي الاول. بيقول له ده انا ما برجعش الرجاله بشنبات، ارجع لك انت يا عيل؟ بيقول له خلاص استنى انا ارجع في وشك. بيفضلوا يضحكوا عليهم. راج بينزل هو وزمايله، ولكن روهيت ورجالته ما بيكونوش سهلين، بيخبطوا فيهم شمال ويمين، بيجروا من المكان بياخدوها جري وراهم ولا بيعرفوا يعملوا اي حاجه معاهم. راج واتنين من زمايله بياخدوها جري ورا روهيت، بيلبسهم وراج بيلبس في عربيه الشرطه. الظابط بينزل منها وراج بيقول له مش هسيبك يا ابن الهرمه، بيقول له باذناني في قصباتكم وبيسيبوه يمشي. الظابط بيقول له ايه يا روش اللي ماشيك بالسرعه دي؟ خد يا عم حماد على البوكس هو وزمايله. بيقول له انت ما تعرفش انا مين وابن مين؟ بيقول له ابن القاضي رشدان. المره دي هسيبك علشان ابوك راجل محترم، المره الجايه هلبسك في حيط حتى لو كان ابوك رئيس الدوله. تاني يوم روهيت بيقول لزمايله احنا هنروح نسمع فيلم. بيروحوا على السينما بيلاقوا التذاكر خلصت. واحد منهم بيقول له يلا بينا على السينما التانيه. بيقول له بس دي يا عم بعيد قوي. نشا بتكون سامعاهم بتقول لهم تعرفوا فين مدخل الفيلا دي؟ واحد منهم بيقول لها عيب عليكي اكيد طبعا نعرفه. بتاخدهم معاها في العربيه وبتقول له روهيت انا نيشا. بيقول لها روحي بس شمال كده، ايوه انزلي هنا بالظبط اطلعي على الجبل ده. بتقول له الجبل ده بالليل بكل العشاق كل واحد معاه حبيبته بيقعد معاها. عارف بيعملوا ايه؟ بيقول لها بيناموا. بتقول له لا بيعملوا زي ما بيحصل في اي ديسكو. بيقول لها ما هو الديسكو ما بيدخلش اطفال، وقفي هنا وقفي. بتوقف لهم بتقول لهم فين بقى مدخل الفيلا؟ واحد منهم بيقول لها دي مش فيلا شانتي خالص، انت بس وصلتينا لحد السينما. بتقول لهم يعني انتوا ضحكتوا عليا علشان اوصلكم؟ بيقول لها بالظبط يا خالته. روهيت بيضحك بتقول له عيب عليك يا اخي اما تكون راجل كبير وتبقى ماشي مع شويه عيال تضحكوا على الناس في الشارع. بيقول لها دول اصحاب الروح بالروح معايا في نفس الفصل، وبيسيبها ويمشي. بالليل بيحكي كل اللي حصل لامه. بتقول له بس اللي حصل ده غش، انت كده غشاش، بكره لازم تعتذر للبنت دي بمجرد ما تشوفها. بيقول لها حاضر ياما. بيلاقيها بتمسح في الجهاز بتاع ابوه. بيقول لها ايه ده ياما؟ بتقول له ده كمبيوتر ابوك اللي اخترعه بنفسه. بيقول لها بجد؟ طيب وابوي اخترع كمبيوتر ليه؟ بتقول له علشان يكلم بيه ناس بعيد قوي عن هنا. بيقول لها ناس عند المدرسه؟ بتقول له لا بعيد قوي عن المدرسه، ناس عايشين فوق النجوم. بيقول لها بجد هو في حد عايش عند النجوم؟ بيخرج يبص على النجوم، بيخش تاني وبيقول لها اما انا مش شايف حد على النجوم. بتقول له في حاجات كتير ما ينفعش الانسان يشوفها يا راهب ولكن موجوده وعايشه معانا في العالم ده. زمايله بيندهوا عليه بيخرج لهم وبيروحوا الحفله اللي عاملها ابو راج. نشا بتكون موجوده في الحفله، وروهيت وزمايله بيروحوا على البوفيه بياخدوا الاكل وبيدوه لروهيت تحت الترابيزه وبيشيلوه في اكياس. نشا بتاخد بالها منهم بتوطي تحت الترابيزه بتقول له هو انت تاني؟ بيقوم بالترابيزه بيدلق الطحينه عليها. بيجري من المكان هو وزمايله. وتاني يوم الصبح بتقول وربنا ما هسيبه في حاله الطويل لهبل. روهيت بيشوفها من تحت وهو خارج من المدرسه بيضحك وبيخرج الكشكول بتاعه بيقطع منه ورقه وبيكتب لها عليها انا اسف ما كانش قصدي كل اللي حصل. بيحاول يلزقها في الكرسي ما بتتلزقش. بيخرج اللبانه من بقه وابوه خلاص هيلزقها ولكن راج بيقول له انت بتعمل ايه يالا؟ كنت بتسرق ايه من العربيه؟ بيقول له لا انا ما كنتش بسرق حاجه، انا كنت بكتب لها انا اسف. صاحبه بيقول له شوف يا راج حاطط لها البانه علشان تلزق في شعرها. وهو نجا بتقول له راج امسكه اوعى تسيبه. بيقول له اه يا ابن الهرمه هو انت بقالك فتره قد بترازيها؟ نجا بتحضر في المكان هو بتقول له الواد ده مش سالم. بيقول لها شوفي حط لك لبانه في العربيه. بتقول له يا اخي ده انت شطان رغم ان اللي يشوفك من بره يقول عليك ملاك، انت لازم تتسلم للشرطه. صاحب راج بيقول له بقول لك ايه لا شرطه ولا يحزنون احنا هنروق عليه هنا. روهيت بيزعل وبيسيبهم ويمشي ولكن اولاد الهرمه بيلفوا حواليه بالمكان وبينزلوا فيه تخبيط يمين وشمال بيكسروا له العجله بتاعته. وواحد من زمايله بيروح ينده لامه سونيا. روهيت بيفضل يعيط على العجله بتاعته وامه بتشوفه بتكون في منتهى الحزن عليه. وراج بيقول لسونيا بصراحه الواد الاهبل اللي اسمه روهيت ده عنده حق يرازيكي وعاكس فيكي، نظره منك تخطف 1000 قلب. بتقول له ده عيل اهبل مالوش اي 30 لازمه. سونيا بتحضر وبتقول لهم لا ابني مش اهبل، ابن المفروض قاعد معاكم ومتخرج من كليه محترمه زيكم ولكن للاسف عقله مش زي عقولكم يا عاقلين. ابني شاب من سن
منكم، ولكن عقله عقل طفل. ده مرض ما اتمنهوش لاي حد فيكم، ربنا ابتلاه بيه، وانتوا يا عاقلين يا ناضين كسرتوا العجله بتاعته وضربتوه. ابني اصغر من انه يعكسك يا هانم، ابني لسه طفل ما يعرفش الكلام ده. بصي على الورقه دي، حط اللبان علشان يلزقها لك في العربيه بتاعتك ويعتذر لك، ولكن انت خليتي ابن عمك يضربه. مش هلومك اكتر من كده لانك انت جديده في المنطقه. انا كنت زعلان علشان مرض ابني، ولكن دلوقتي فرحانه لاني ما اتمناش ابني يكون زيكم قلب اسود. وبتسيبهم وتمشي. نشا بيصعب عليها وبتروح جري للراهب، بتراقبه من بعيد وهو داخل اوضه الكمبيوتر مع زمايله. المدرس بيقول له ايه ده اللي انت مدخلك هنا يالا؟ بيقول له عايز اتعلم كمبيوتر زي زمايلي. بيقول له انت دماغك تخين حمار، انت ما بتفهمش في الكراس، هتفهم في الكمبيوتر يا فشل. بيقول له لا انا ابويا اخترع جهاز كمبيوتر وكان عالم كبير قوي، انا عايز اطلع زيه بالظبط. بيقول له تمام روح بقى اتعلم من ابوه. بيقول له ما هو ابويا مش في البيت، راح عالم تاني خالص. بيقول له خلاص روح له العالم التاني ده وريحنا منه، يلا غور بره يلا. نشا بتكون لسه مراقبه كل تحركاته وبتشوفه هو زعلان، هو بيعيط زي الاطفال، هو بتكون في منتهى الحزن عليه. راهد بيخلص مدرسته وبيروح على البيت، بيلاقي قدام الباب عجله جديده، بيروح جري عليها وبيقول له الحق يا اما العجله دي لي انا صح؟ بتقول له بالظبط يا عمري دي عجلتك انت. بيقول لها حلوه قوي شكرا يا اما. بتقول له ما تشكرنيش انا، اشكر اللي جابت لك العجله. بيبص على نيشا، بيسيب العجله وبيقول لها انا مش هقول شكرا لحد ولا هتاسف لحد، وحتى العجله مش عايزها. بيخش جوه، سونيا بتقول لها شفت يا نيشا؟ نيشا بتخش وراه وبتقول له ليك الحق تزعل، انا يا سيدي اللي غلطانه، بس ازاي كنت هعرف ان مش قصدك تعكسني، وبرضه ما كنتش اعرف ساعتها انك انت جاي تعتذر لي. خلاص يا عم تعالى نقفل كل اللي فات ونفتح مع بعض صفحه جديده، ودلوقتي انا جيت لك لحد عندك اهو بعتذر لك. انا اسفه مش انا وبس، هخلي راج وكل زمايلنا يعتذروا لك النهارده، ومن النهارده مفيش حد هيضايقك خالص. بيقول لها ما هم ممكن يضربوني في الشارع تاني. بتقول له لو ضربوك انا وانت هنضربهم. بيقول لها انت بتعرفي تلعبي ضرب؟ بتقول له انت هتعلمني وهنسهر سوا النهارده وهخليهم يعتذروا لك، ايه رايك؟ بيقول لها خلصانه. وفعلا بيلبس طقم من هدوم ابوه وبيروح لهم على الديسكو، كل اللي ضربوه بيتاسفوا له. بتقول له يلا بقى علشان نرقص. راج بياخدها يرقص معاها، وزميلتها بتقول له روحي عمري يلا تعالى ارقص معايا. بيقول لها لا انا ما بعرفش. بتجيب له كاس وبتقول له اشرب. بيقول لها لا انا ما بشربش انا عايز حليب. بيشربوه بالعافيه. نشا بتقول لهم ايه ده ازاي بتشربوه، هو ده اللي اتفقنا عليه؟ وبتسيبه وبتروح وراه، بتلاقيه بيتطوح. بتروح له وبتقول له انا اسفه. بيقضوا السهره سوا، وتاني يوم الصبح بيخرج مع زمايله. بيقول له البت دي الظاهر كده اصلا انها بتحبك، انت لازم تجيب لها ورده وتروح تديها لها في بيتها. بيسمع كلامهم وبيروح لها بورده. نشا بتكون قاعده مع باباها، بيقول لها بصي يا بنتي انا دورت في الموضوع بتاع صاحبك الكبير الصغير ده ودي حالته بالظبط. بتاخد الاوراق منه وبتخرج جري للراهب، بيديها ورده بتدخله معاها جوه. باباها بيقول له ازيك يا ابني؟ بيقول له كويس يا عمي. امها بتقول له اعمل لك قهوه؟ بيقول لها لا هاتي لي حليب صحي ومفيد. ابو نيشا بيستغرب، بتقول له هو ده صاحبي اللي حالته صعبه؟ واحد من رجاله ابوها بيقول له يا ريس القاضي عايزك بره. بيقول له جاي لك. بنت نيشا كمل الصفحه دي لحد ما ارجع، او بيسيبها ويمشي. نيشا بتروح على الكمبيوتر او بتكمل شغل ابوها. روهت بيقول لها بقول لك ايه، هو انت بتعرفي تستخدمي الكمبيوتر؟ بتقول له اعرف، وعارفه كمان انك عايز تتعلم استخدام الكمبيوتر. بيقول لها طيب انت هتعلميني؟ بتقول له اكيد بس مش هينفع هنا علشان شغل بابا. بيقول لها انا عندي كمبيوتر في البيت. بتروح معاها البيت، بيخرج جهاز ابوه. بتقول له كمبيوتر ابوك غريب قوي، الظاهر انه من اوائل الاجهزه اللي نزلت في العالم. بيشغلوا الكمبيوتر، بتقرا المكتوب وبتقول له ايه ده؟ بيقول لها ما اعرفش. بتقول له الظاهر انه مشروع من مشاريع ابوه. بتقول له اضغط كده على حرف البي. بتحاول تضغط على البي في الكيبورد. بتقول له الكيبورد ده مش شغال. بيقول لها في ده استنى وصله. بيوصله. بتقول له حلو قوي، اضغط بقى على زر السي، اضغط على اف. بيفضل يضغط على الحروف لوحده. بتقول له الصوت ده حلو قوي، انت بتعمله ازاي؟ بيقول لها امي دايما بتلحنه. بتقول له حلو قوي ده انت اللي هتعلمني يا مان. بيقول لها سهله تعالي. بيفضل يضغط على الزراير، ما يعرفش انه بيبعت رسائل للفضائيين. نيشا بتسيبه وتمشي، وروهت بيفضل يبعت لحد ما بينام. تاني يوم الصبح بيخرج، بيروح لنيشا اللي بتكون بتحضر مباراه كره سله الراج وزمايله. روهت بيشاور لها، بتقول له تعالى بسرعه. بيروح لها، ولكن راج ابن الهرمه بيخبطه بالكتف بيجيبه على الارض. نيشا بتروح تاخده وبتفضل تشجع راج قدامه، وراج ابن الهرمه كل ما بيجيب هدف بيلغيها. بيفضل يشاور عليها، وروهت نار الغيره بتولع في قلبه. على بالليل بيفضل يتدرب بالكوره. بيخش عليه راج بزمايله، او بيقول له بتعمل ايه هنا يا عره؟ بيقول له انا هبقى لاعب كره سله وهبقى بطل كبير قوي. بيقول له انت عايز نيشا تسقف لك زي ما كانت بتسقف لي؟ بيقول له بالظبط كده. بيقول له طيب وليه بتلعب لوحدك؟ تعالى كلنا هنلعب معاك ونعلمك. بيقول له بجد؟ بيقول له امال يلا يا شباب. اولاد الهرمه بيتلموا حواليه، هو بيورموا وشه بالكوره. بيقول لهم خلاص مش عايز اتعلم. بيكسروا عظم وشه ونضارته بتقع منه على الارض. بيكملوا عليه، وبعد ما بيشبعوا ضرب فيه بيسيبوه ويمشوا. بيرجع على البيت، بيلاقي جهاز ابوه مطلع نفس الصوت اللي بيعمله. الفضائيين بعتوا له يا صديقي. بيفضل يتكلم معاهم من غير ما ياخد باله. لو عايز رقمهم هسيبه لك في اول كومنت يا صديقي. المهم بيفضل يرد عليهم بنفس الصوت، ومره واحده الكهرباء بترعش. امه بتستغرب وبتروح تشوفه جوه. بمجرد ما بتشوف الجهاز بتنصدم، بتروح جري عليه وبتشيل الفيشه. بتنزل فيه تخبط يمين وشمال، ولكن بيكون فات الاوان. الفضائيين وصلوا يا جدعان. الكهرباء بتفصل في المكان، والكل بره
بيشوف المكوك الفضائي وهو نازل. الدنيا بتتقلب والاعلام بيتكلم عن المركبه اللي الناس كلها شافتها. الشرطه بتروح على المكان اللي نزلت فيه السفينه. وزير الولايه بيقول لهم من بين الكوكب كله الفضائيين اختاروا بلدنا ينزلوا فيها، احنا لازم نحتفل يا جدعان. وفعلا بيعملوا حفله تنكريه. روهيت بيروح يجيب الزير ده وبيرسم فيه عيون. امه بتقول له انت رايح على فين؟ بيقول لها هخرج على الحفله. بتقول له انت مش هتطلع من البيت اصلا. وفي بيت نيشا باباها بيقول احنا لازم نمسك الفضائي ده وهيبقى انجاز تاريخي للبلد. خان بيقول له طب لو طلع شراني؟ الظابط بيقول له هنخلص عليه. في الوقت ده روهيت بيكون قاعد قدام البيت وبيعمل نفس اللحن اللي كان بيكلم بيه الفضائيين. وهوب الفضائي بيظهر قدامه. بيقول لهمش اصلا انا مش خارج. الفضائي بيعمل له نفس الصوت اللي بيسمعه من الجهاز. بيقول له ما تقلدنيش بقول لك مش جاي. وبيكسر الزير. الفضائي بيخاف ويجري. وتاني يوم الصبح روهيت بيصحى من النوم بيخرج بره بيلاقي الزير اللي كسره زي ما هو ما فيهوش اي حاجه. نيشا بتحضر في المكان وبتقول له مالك واقف كده ليه؟ بيقول لها الفضائي ده الظاهر ان الفضائيين اللي الناس كلها بتتكلم عنهم جم هنا. هو الفضائي ده شكله عامل ازاي؟ بتقول له ممكن شبه الكلاب وممكن شبه البني ادمين. بيقول لها ممكن يكون زي الواد بيتو. بتقول له مين بيتو؟ بيقول لها صاحبي انا كنت فاكره هو امبارح. بتقول له ممكن. بيقول لها انا متاكد ان الفضائي جه هنا امبارح لاني كسرت البتاعه دي ورجعت سليمه زي ما هي. بتقول له دي اكيد واحده تانية. بيقول لها لا هي لاني انا كنت راسم عليها الرسمه دي. يلا بينا ندور عليه في الغابه. بتقول له تدور على مين؟ الفضائيين دول خطر قوي. بيقول لها عيب عليك وانا معاكي تخافي. بيطلعوا على الغابه بيفضلوا يدوروا عليه وروهيت بيعمل نفس الصوت اللي بيسمعه في الجهاز ولكن مفيش اي حاجه بتظهر. بتقول له يلا بينا من هنا اكيد الكلاب كلوه. وهو الكلب ده بياخدها جري ورا الفضائي بيجري منهم وبيروح جري على روهيت. نيشا بتجري ورا الكلب بالطوب وهما الاتنين بيبصوا على الفضائي بيكونوا في منتهى الصدمه. وروهيت بيقول له انت جيت من فوق صح؟ نيشا بتقول له امال من تحت. احنا لازم ناخده معانا لو فضل هنا الشرطه هتقبض عليه ولو هرب من الشرطه الكلاب هتخلص عليه. بيقول لها يلا نسلم عليه. بيروح يسلم عليه بمجرد ما بيلمس ايديه بيعرف كل ماضيه وكل حاجه عنيه. بيشفي له الجراح اللي في ايده بينصدم وبياخده معاه على البيت. الفضائي وهو نايم بيفتكر اللي حصل له لما نزل على الارض هو وباقي بني جنسه. الحيوانات هجمت عليهم وبني جنسه مشي وسابوه. بيصحى من النوم مخضوض. روهيت بيقول له مالك في ايه؟ نيشا بتحضر في المكان. بيقول لها كويس انك جيتي مش عارف ليه بيصرخ. بتقول له الظاهر انه جعان. بيقول لها ده انا جبت له بكل مصروفي اكل ده غير اللي جبته له من الثلاجه. نيشا بتقول له انت بتاكل ايه؟ بيشاور على الشمس. روهيت بيقول له بتاكل شبابيك عروق لوح؟ انت كنت نجار في بلادكم ولا ايه يا عم؟ نيشا بتقول له لا ده بيشاور على الشمس. بيقول لهم بالظبط الشمس. بيقول لها ده بيتكلم خش هتجيبك يا معلم. الفضائي بيقرب بالشمس وهوب سونيا بتخش عليهم بيخبوه. سونيا بتقول لهم يلا بقى علشان نفطر. بيخرجوا وراها واصحاب روهيت بيروحوا له في المكان اللي بينام فيه. بيلاقوا الفضائي جوه بيصوتوا وبيسمعوا الجيران. روهيت بيروح لهم هو بيقول لهم في ايه يا جدعان ما تخافوش منه ده صاحبي زيه زيكم بالظبط ده الفضائي اللي نزل من السفينه. الفضائي بيطير الكره دي قدامهم بيخرجها بره وبينزلها على دماغ عم حماده. بيفضلوا يضحكوا عليه وصعبوا بيقولوا ده زي الساحر جادو احنا هنسميه جادو. بياخدوه بره يخرجوه وبيعملوا معاه الواجب. ما يا صديقي الناس برضه بتفهم في الاصول. الفضائي يعني يرجع على كوكبهم يقول البشر ما عملوش معاه الواجب سمعتنا هتتوسخ بين الكواكب. المهم هكمل في الكذب وخليني ساكت. راج بيكون سهران مع زمايله وواحد منهم بيقول له ايه يا معلم انت كل سهران ومش دريان باللي بيحصل؟ حبيبه القلب نيشا كل يوم مع الحب الجديد الواد اللي اسمه روهيت. صاحبه التاني بيقول له انت هتسيب الاهبل ده ياخدها منك؟ مالك يا اسطى انت بقيت خرع كده ليه؟ بيسيبهم وبيروح لابو نيشا. تاني يوم الصبح نيشا بتسيب روهيت وبتروح جري لراج. بتاخده من وسط زمايله على جنب. روهيت الغيره بتولع في قلبه وبياخد بعضه وبيمشي من المكان. ولكن نيشا بتقول له راج انت اتجننت ازاي تروح تتقدم لابويا وتقول له كمان ان انا موافقه انك اتجوزها؟ بيقول له ليه ما توافقيش يا عمري؟ بتقول له لاني ما بحبكش يا راج. بيقول لها ترفضيني علشان حته العيل اللي انت ماشيه معاه؟ بتقول له عيل مين وبتاع مين؟ بيقول لها روهيت. بتقول له خلاص خلاص ما تجيبش سيرته على لسانك ده انضف منك ومن باقي زمايلك اما بقى اللي بينه وبينه انت مالكش دعوه بيه. وبتسيبه وتمشي. بيغضب وروهيت بيروح على البيت وبيكون في منتهى الغضب. جادو بياخد باله منه وامه بتخش عليه. بتقول له مالك يلا؟ بيقول لها نيشا هتتجوز راج. بتقول له انت ايه اللي مزعلك في الموضوع ده؟ ما هي زيها زي اي بنت لازم تتجوز. بيقول لها بس نيشا صاحبتي انا. بتقول له نعم. بيقول لها ايوه صاحبتي انا. بتقول له بس في فرق بين الصحوبيه وبين اللي انت عامله في نفسك ده علشانها. بيقول لها اللي تحسبيه بقى. بتقول له بس هي بتعاملك زي اخوها الصغير وهي كبرت لازم تتجوز. بيقول لها وليه ما تتجوزنيش انا هجيب لها شيبسي وكاراتيه ومصاصه وهعمل لها كل اللي نفسها فيه. بتقول له انت ما ينفعش تتجوز لانك لسه صغير رغم انك كبرت في السن. بيقول لها يا دي سن اللي مش راضي يعدي انا تعبت ياما كل ما صاحب شويه عيال يكبروا وسيبوني انا صغير لوحدي حتى نيشا هتسيبني وتتجوز. بتقول له خلاص اهدى يا عمري كل حاجه هتبقى تمام لولا طيشان ابوك وجنونه بالفضاء ما كانش ده كله حصل. بيقول لها ازاي؟ بتقول له زمان ابوك كلم الفضائيين وجم هنا بسفينه على الارض زي ما انت سامع دلوقتي. عملنا حادثه بالعربيه وانا خدت خبطه في بطني جت في دماغها هي دي السبب في اللي انت فيه دلوقتي. الفضائي بيسمع الكلام ده وسبحان الله مش كدبه يا صديقي الفضائي ده اصلا من دلهي وجه علشان يصيف عندهم. المهم روهيت بيسمع الحكايه وامه بتسيبه ينام. تاني يوم الصبح جادو بيروح له بيمشي على دماغه بايديه وهوب روهيت بيصحى
بيصحى من النوم ومره واحده امه بتخش عليه بتقول له قوم يالا. بيكون مخبي جادو وامه بتاخد الهدوم وبتخرج. بيقول له ما انا قلت لك 1000 مره بلاش تخرج من السله دي. بيلبس نضارته ولكن ما بيشوفش بيها حاجه. بيقول لها الحقيني يا اما انا مش شايف حاجه بالنضاره. بتقول له ما انا قلت لك ما تلبسش النضاره الا لما تغسل وشك. بيروح يغسل وشه بيبص في المرايه بيلاقي نفسه شايف زي الفل من غير النضاره. بيلبس النضاره بيرجع تاني ما بيشوفش بالنضاره بيرميها او بيروح من غيرها المدرسه. زمايله بيقولوا له يعني انت شايف من غير النضاره؟ طب اقرا اللي مكتوب على السبوره. الاستاذ بيقول للشباب ها ادوني اجابه السؤال ده. روحت بركز او بيقول لهم اجابه السؤال ده الاسترمانه في الاسترمانس. الكل بينصدم والاستاذ بيقول لهم مين اللي جاوب على السؤال ده؟ انت يا روحت؟ مستحيل ده سؤال لطلبه الصف العاشر. خش تعالى اجابتك دي كانت تخمين من عندك ولا انت عارف الجواب؟ بيقول له والله ما اعرف اهي جت كده. بيقول له عاش عليك حليته ازاي؟ بيقول له ما انا بقول لك ما اعرفش انا مره واحده فكرت فيها لقيت نفسي بجاوب. الاستاذ بيروح للمدير وبيحكي له كل اللي حصل. بيقول له روحت مستحيل يلا بينا نروح له. في الوقت ده روحت بيخش اوضه الكمبيوتر. المدرس بيقول له انت ما بتزهقش يالا؟ كم مره اقول لك ما تجيش تاني هنا. المدير بيقول له يا استاذ يا محترم انت ازاي بتتكلم مع الطلبه بالشكل ده؟ بيقول له يا مدير ده عيل حمار هوريك دلوقتي واسمعك بودانا. بص يا روحت لو انا عايز اخد ملف كوبي واحطه بيست من غير ما استخدم الماوس هدوس على ايه في الكيبورد؟ المدير بيقول له لا انت بتساله اسئله صعبه قوي السؤال ده مش سهل خالص ده سؤال للصف العاشر. روحت بيقول له اول حاجه هنضغط شيف هيعلم على ايقونه البرامج. هروح بالاسهم لحد ما اوصل لماي كمبيوتر. هروح على تقسيمه الهارد واختار الفولدر اللي انا عايزه. هعلم عليه بنفس الاسهم وهدوس كنترول سي ونروح بنفس الطريقه على المكان اللي عايزين نحط فيه الملف وندوس كنترول في. الكل بيكون في منتهى الصدمه والمدرس بيقول له انت اتعلمت ده كله فين؟ بيقول له ما انا قلت لك ان ابويا عالم كبير انت المفروض تكون زي ابويا مش انا وبس تكون اب لكل التلامذه اللي بتدرس لهم حتى لو مش فاهمين بالحب وبالراحه تفهمهم من حبهم فيك واحترامك ليهم هيتعلموا منك كل حاجه وهيحبوا دخولك عليهم. الكمبيوتر ده مش اصعب حاجه في الدنيا لان الانسان هو اللي صنع الكمبيوتر مش الكمبيوتر هو اللي صنع الانسان. الكل بيسقف له والمدرس بيتكسف من نفسه. بيخلصوا وصاحبه بيقول له يعني انت خلاص يا عم كبرت مش هتمشي معانا تاني؟ بيقول له لا يا عم انا معاكم مش هسيبكم خالص. وهو راش بيرمي عليه الكوره دي. صاحبه بيقول له في ايه يا روحت ما تبصش كتير يالا لاجي شرحها بص الكوره دي يالا. روحت بيغضب هو بيروح على الكوره ويوزع. الباقيين بيروحوا له بيقول له انت كده حلو يعني شاشه كسر عظمه. شاشه مين؟ نام على اليمين ارجع يالا. هي واحده بيلف 400 لفه بيجيبه على الارض التالت بيخش عليه وهي واحده على الارض بيغميه بيفرد العضله بتاعته بيقطع القميص والعضله بتطلع مترين لفوق. هو ده الشغل يا زو. بيسيبهم ويمشي. نشا بتروح تقابله وبتقول له طيب انت ايه اللي مزعلك مني ليه مش عايز تكلمني؟ بيقول لها انت اللي هتسيبيني وتتجوزي راج. تقول له طيب ايه رايك انا ساعتها لما سبتك بهدلت راج لانه تقدم لي وكان عايز يتجوزني بس انا رفضته. بيقول لها بجد؟ بتقول له اكيد انا مستحيل احبه اصلا. بيقول لها عندك حق ده عيل رخم انت احسن حاجه ما تتجوزيش خالص. بتقول له يا ريت ينفع يا روحت اي بنت لازم تتجوز علشان تستقر مع جوزها بس المهم ان جوزها لازم يكون مناسب ليها. بيقول لها طيب وانت مين مناسب ليكي؟ بتقول له هتجمع لي عريس؟ بيقول لها اكيد انا اصلا شغال خطبه بعد العصر انجزي عمته. بتقول له ما اعرفش قول لي انت لو قدامك حد. بيقول لها في زمايله كلهم في المدرسه تيتو بنتو سنتو واحمد بتقول له دول كلهم عيال. بيقول لها بس انا كبير كل يوم انا وانت اجيب لك مصاصه واما نرجع بالليل هنشرب حليب وننام. بتقول له روحت الجواز مش شرب حليب ونوم الجواز اكبر من كده بكتير لازم الزوج يكون قوي عقليا جسمانيا. بيقلع الكرافته هو بيروح يلفها الناحيه الثانيه. بيقول لها ايه رايك في القوه؟ تقول له لا انت جامد قوي. بيقول لها بدات اكبر مش كده ولسه اللي جايه احلى. بيرجع البيت وبيحكي لجادو كل اللي حصل. جادو بيفضل يضحك هو بيقول له انت السبب في ده يا جادو صح انت اديتني القوه دي. هو بياخده بالحضن وهو امه بتخش عليه بتلاقيهم في الوضعيه دي بتنصدم. هو بتقول له ابعد بسرعه عنه يا روحت. بيقول لها ما تخافيش ياما. بتقول له ابعد عنه ابعد. بيقول لها اهدي ياما انا هفهمك. التليفون بيرن بتروح ترد. المدير بيقول لها ازيك يا ست سونيا انا اتصلت بيكي علشان اقول لك روحت بقى في حته تانية خالص اتغير وبقى اذكى من اي حد في المدرسه كلها السنه الجايه ان شاء الله على طول هنبعته على احسن كليه. روحت بيقول لها في ايه يا اما؟ بتقول له المدير السنه الجايه هيبعتك على الكليه. بيقول لها صدقتي جادو هو اللي عمل كل ده؟ بتقول له ازاي؟ بيقول لها اداني سحره وخلاني قوي زي ما انت شايفه. بتقول له انت فين نضارتك؟ بيقول لها بقالي يومين مش لابسها بقيت اشوف من غيرها. جادو بيخرج بره بتروح تاخده بالحضن هو بتكون في منتهى السعاده. روحت بيروح يتشيك هو بيلبس افجر طقم من هدوم ابوه. بيخرج بره هو بيروح لنيشا كل اتنين بيطلعوا يرقصوا على المسرح سوا وهو بيندهوا على اسم روحت. نيشا بتقول له نهار اسود انت ازاي اشتركت في العرض وانت ما بتعرفش ترقص اصلا؟ بيقول لها عيب عليكي ده كان زمان. بيروح على المسرح بيعمل كام حركه وهو بيجي على الارض الكل بيفضل يضحك عليه ونيشا بتقول له روحت ايه اللي انت بتعمله ده؟ بيقول لها وسعي كده. هو بيقلب على مود سبار وهلا هلا على الجد والجد هلا هلا عليه. روحت على الساحه لا راحم فوقيه ولا تحتيه. بيخلص رقص ونيشا ما بتكونش مصدقه اللي شايفاه بعينيها. الكل بيسقف له. بيروح لنيشا وبيقول لها ها كبرت ولا لسه؟ بتقول له ازاي قصدي فين اتعلمت يعني قصدي انت فاهمني؟ بيقول لها استني بس دي البدايه. راج بيخش
رجالته. روهيد بيقول له تعالى يا وحش. بيروح له بيخطف منه الكوره. بيقول له ركز يا روش، دي مش لعبه اطفال. بيقول له عندك حق، ايه رايك اتنازل وتجيب فريقك واجيب فريقي ونلعب مباراه؟ بيقول له ماله، انا هجيب لك فريق وريني هتعمل ايه. بيقول له هنتراهن على ايه؟ بيقول له على الكاس. بيقول له حاجه كمان، اللي هيكسب هياخد الكاس وبوسه من نيشا. بيقول له خلصانه. راش بيروح لنيشا بيقول لها استعد علشان هبوسك بكره يا قمر. وبيسيبهم ويمشي. تاني يوم راح اتجمع زمايله، واحد منهم بيقول له دول هنغلبهم ازاي يا اسطى، احنا ما بنعرفش نلعب خالص. بيقول له انا بقوتي وانتوا هخلي جادو يساعدكم. بيقول له ازاي؟ بيقول لهم هتشوفوا النهارده. بياخد جادو في الشنطه دي وبيخش بيها على الملعب. الجمهور ولجنه الحكام الكل بيضحك علشان رجاله روهيد صغيرين. راش بيقول له هدلع. بيقول له انا همتع. بتبدا المباراه وروهيد بيمسك الكره ما بيشوفش حد قدامه، يراوغ ويراوغ ويعدي وبيسجل اول نقطتين لفريقه. اصحوا للكلام، روهيد يا دب بل ريقه. الواد بيكون وحش مهين، هو بمجرد ما بياخد الكره ما بيسجلش غير بالنقطتين، يبلع تخين. ونيشا بتكون في منتهى الدهشه. اي كره بتيجي عليهم مرتده روهيد بيشيلها وبيقلبها عليهم بهدف. فريق راش بيعمل عليهم مرتده كالعاده، روهيد بيشيلها وبيقلب عليهم الايه. بيروح بالكره بيلمهم كلهم وبيحط الكره في المرمى، وبالمره بيمرن عضله المفتول. راش بيجمع زمايله وبيقول لهم في ايه، احنا كلنا مش قادرين على روهيد، كلنا هنمسك روهيد وانا بس اللي هاجم، مفهوم؟ وفعلا بيمسكوا روهيد وبيبداوا يرجعوا في النتيجه. جادو ما بيقدرش يساعد رجاله روهيد لانه بيكون محتاج شمس يا صديقي. اولاد الهرمه بيبهدلوهم وبيحطوا عليهم حط السنين. الشوط الاول بيخلص بنتيجه 49 ليهم، ودي ما بتكونش نتيجه، دي بتكون فضيحه يا صديقي. كلهم بيروحوا جري لجادو بيقولوا له احنا ليه مش قادرين نطير؟ بيقول لهم عايز شمس. الشوط الثاني بيبدا وروهيد بياخد الكره وبيكون خلاص هيسجل، ولكن اولاد الهرمه بيجيبوها على الارض. نيشا بتصرخ عليه ولكن روهيد عينيه بتكون في حته ثانيه خالص. الشمس خلاص نزلت على جادو، ومن بعدها عينيك ما تشوف الا الطيران يمين وشمال، ما بيعرفوش يمسكوا العيال، وروهيد بيبهدلهم بالاجوان. الكل بيكون في منتهى السعاده بيهم، ولكن الوقت ما بيكونش راضيهم. النتيجه 49 ل 49، وابن الهرمراش بياخد الكره وبيكون خلاص هيسجلها. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، روهيد بيلحقوا في اللحظات الاخيره وبياخد الكره وبيروح مرتده بيها ويوزع على الحفره بينزل بيها. الحكم بيصفر والماتش بينتهي بفوز فريق روهيد على فريق راش بنتيجه 50 ل 49. اصحاب روهيد بياخدوا جادو. نيشا بتكون في منتهى السعاده وروهيد بيستلم الكاس. بيروح لنيشا بتقول له يلا خد البوسه. بيقول لها لا لما نتجوز ساعتها بقى هبقى انتقم منك انتقام عادل، وبياخدها ويمشي. اصحاب روهيد بياخدوا جادو يروحوه، وهوب راش وزمايله بيقابلوهم بياخدوها جري وراهم. وبما ان الشمس غابت جادو ما بيقدرش يساعدهم. اولاد الهرمه بيوقعوا منهم جادو، بيفضل يتدحرج لحد ما بيوصل عند كمين للشرطه. الشرطه بتحاول جادو من كل اتجاه وبيكونوا خلاص هياخدوه معاهم. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، بيحضر في المكان الوحش المهين اسد العرين روهيد. بيخطف جادو وبياخد بعضه ويهرب من المكان. راج ابن الهرمه بيكعبله. بتكعبل مين؟ الطفل كبر يا حزين. راج بيقول لاصحابه شوفوا ايه اللي في الشنطه. بيقربوا من الشنطه ولكن روهيد بيخبط فيهم، في اللي بيجري منيهم وفي اللي بيتطوح جنبيهم، اللي بعديهم يحصلوا اللي قبليهم. راج بيجمد قلبه وبيخش عليه. بتخش على مين؟ ده روهيد ابن المعلمين. ابلع يلا. بياخدوا ضرب شمال في يمين وفين يوجعك يلا فين. الشرطه بتحضر في المكان وبياخدوا الكيس اللي فيه جادو. بيفضوا الكيس ولكن بيلاقوه مليان عفش. الظابط بيقول له روح روح يلا. وجادو صديقي بيكون وصل البيت مع زمايله وروهيد بيروح على البيت. سونيا بتقول له كفايه يا ابني، رجعوا العالم بتاعه، لو فضل هنا البشر مش هيرحموه. روهيد بيكون في منتهى الصدمه لانه هيرجع طفل زي ما كان الاول. بيروح لجادو وبيقول له ما تزعلش عليا، انا هعرف اتعامل بطريقتي القديمه. امه بتقول له قوم يا ابني، تقوم علشان تمشيه. وفعلا بيروح على الجهاز بيبعت لهم، وقبل ما يردوا الشرطه بتحضر في المكان. الظابط بيقول له سلم الفضاء يا روهيد والا هنفجر البيت، هعد من 3 ل1. 1 2 3 على مدريد. الفضائيين بيرد عليه، بيخرج زمايله وامه ونشا للشرطه، وهو بياخد الفضائي بيهرب بيه الناحيه الثانيه. ولكن اولاد الهرمه بيقفشوه وبيحوطوهم من كل اتجاه. بيشوفوا الفضائي معاه وكلهم بيكونوا في منتهى الصدمه. الظابط بيقول له سلمه والا هنخلص عليك يا روهيد. ما بيرضاش، فبينزلوا فيه تخبيط بظهر الاسلحه، بيكسروا عظمه وبياخدوا منه الفضائي. روهيد بيغمى عليه واهله بياخدوه على البيت. بيقول لهم جادو فين؟ بيقولوا له الشرطه خدوه وهيصفروه. روهيد بيروح جري على هناك، واول واحد بيقابله بيكسر عظمه. اللي بعده هناها ساعده. اولاد الهرمه بيكونوا خلاص يحطوه في الحاويه دي، ولكن روهيد بيخلص على اللي ماسكه وبيرميه لتحت، وبسرعه مختار كوكلي بينزل يتلفاه. بياخده في العربيه وسبحان الله ولا طلقه بتيجي فيه. نكمل كدب مع البيت. بيروح جري على الغابه والسفينه الفضائيه بتوصل على الارض. بيخرج منها اهل جادو، وروهيد بيقول له هتوحشني قوي يا اسطى. بياخده بالحضن والاتنين بيكونوا في منتهى الحزن. بيسيبوه قبل ما يمشي، بيبص
بيبص له وبيقول له مش هنساك يا صاحبي، او بيسيبه يمشي. السفينه بتطلع ونظر روهيت بيبدا يضعف تاني. الشرطه بتقبض عليه ولكن بيخرجوه لان القضيه بتبقى راي عام. الكل بيدافع عن روهيت اللي انقذ ضيف الفيلم الفضائي جادو. بيخرج يمشي مع نيشا بتقول له انا حاسه بيه وعارفه القوه اللي خدها منك جادو مأثره عليه. هو صحيح خد منك القوه ولكن ما خدش حبي ليك اللي معشش في قلبي. وهو براش بيخبطوا بالكوره. نيشا بتقول له سيبك مني يلا بينا. بيقول له اسمع كلامها هلا احط عليك يلا، اللي بيدافع عنك خلاص ماشي. روهيت بيغضب. هو بيرجع للكوره ويوزع. بيطير صاحبنا بعيد والباقي منهم بيخاف ويجري. نيشا بتقول له شايف في نور في السما اهو. بيقول لها فين انا مش شايف حاجه. بتقول له ها. بيقلع النضاره بيشوف النور. بيقول لها انا قوتي رجعت تاني. بتقول له الظاهر ان جادو جمع حل علشان يوصل لك القوه تاني. بيقول لها النور اهو. بيمسك ايديها. هو بيقول له تسلم يا جادو. وهنا بينتهي الجزء الاول من الفيلم. باذن الله يا صديقي هنزل الجزء الثاني من الفيلم ده لو حابب براحتك. انا منزلهم بس من زمان اول ما خدوش حقهم في الشغل، ولذلك هتشوف حاجه خرافيه. لو عايز نكمل في السلسله دي اكتب لي كومنت وقول لي كمل يا ميخا، ولايك نضيف بقى علشان نكمل، واشترك في القناه لو اول مره تشوفني، وفعل زر الجرس علشان بمجرد ما ينزل الجزء الثاني يجيلك اشعار بيه. اخش خد لفه في القناه صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.